ليه بنرجع للي وجعنا؟ أنا مش فاهمة. ليه ممكن القلب يفضل يحن الناس جرحوه؟ ليه لما نتوجع بنرجع؟ ليه ما بنهربش؟ ليه ما بنقفلش الباب ونرمي المفتاح؟ أنا مش بتكلم عن حب خلص، أنا بتكلم عن وجع لسه حي. أنا كنت هناك في العلاقة اللي عارفة نهايتها بس مكملة، عارفة إنه مش بيديني اللي أنا استحقه، بس كل مرة أقول يمكن هو اتغير أو يمكن أنا السبب. عارفين ده إيه؟ ده مش طيبة ولا حب حقيقي، ده إدمان. أيوة، إدمان الوجع، إدمان الشعور إنك بتحاول حتى لو اللي قدامك واقف ثابت ما بيتحركش، إدمان التمسك حتى لو اللي في إيدك نار. عارفة إني مش لوحدي، كلنا في لحظة رجعنا لحد وجعنا وقلنا لنفسنا يمكن المرة دي. بس خليني أقولك حاجة، اللي وجعك مرة هيوجعك تاني وتالت وعاشر، مش لأنه شرير، لأ، لأنه ببساطة ما يعرفش يحبك زي ما انت تستحق. وانت كل ما بترجع بتوجع نفسك بإيدك. اللي بيرجع للي وجعه مش ضعيف، بس بيكون لسه بيحاول يصدق إن اللي بينا كان حقيقي، حتى لو الحقيقة كانت وهم وانت اللي صدقت. في جرح ما بيتقفلش بالكلام الحلو ولا بالشوق ولا حتى بالزمن، في جرح لازم تقف قدامه وتقول أنا مش هرجع تاني. حتى لو اشتقت، حتى لو فضلت تحبه، انت مش مجبر تكمل مع حد عشان بتحبه، انت ممكن تحبه عادي وتسيبه عشان تحب نفسك اكتر. احنا بنرجع عشان جزء مننا لسه ما امنش اللي حصل ولسه مستني رد، حضن، اعتذار، او حتى نظرة تقول كان في معنى. بس المعنى الحقيقي هو لما تقرر ترجع لنفسك قبل ما ترجع لحد كسرها.